السلام عليكم. النهارده هنعمل مربى البرتقال بالجزر، وعملت قبل كده مربى التين. هسيب لكم الطريقه بتاعتها في اخر الفيديو. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش اللايك. يلا نسمي بسم الله. معايا 2 كيلو من البرتقال، نص كيلو جزر، نص كيلو سكر، اي سكر موجود عندي. هقشر الجزر. عملت وصفات حلوه وحادق، انزلوا صندوق الوصف شوفوهم وقولوا لي رايكم في الكومنتات. هبشر الجزر كله وهحطه في بوله، وهقشر البرتقال، ولازم اشيل القشره البيضه اللي جوه دي عشان دي اللي بتخلي المربى تطلع ممرره. لازم اشيل القشره البيضه خالص، واقشر بقى البرتقانه كده من جوه، اشيل القشر اللي فيها، انضفها خالص واقطعها مكعبات بالشكل ده. هقطع الكميه كلها مكعبات بالشكل ده. هضيف عليها الجزر المبشور والسكر، وهقلبهم بقى مع بعض كده. هقلب الجزر مع البرتقال مع السكر كده تقليبه كده حلوه مع بعض. ولازم اسيبهم ليله كامله في التلاجة، يعني اعملهم بالليل واشتغل فيهم الصبح. هطلعهم بقى تاني يوم بالشكل ده، نزلوا ميتهم والسكر دايب خالص. هحطهم في حله على النار، واول ما يبتدي يغلي ههدي النار، هخلي النار وسط كده. ولازم اتابعها عشان ما تتحرقش مني. كل ما تعمل ريم على الوش لازم اشيله. لازم نعمل كل حاجه في البيت عشان نوفر شويه. نعمل المربى، نعمل المخلل، نعمل معجنات في البيت، نعمل حاجات حلوه لاولادنا. المربى طبعا هتبقى يعني هتوفر معانا جامد في البيت. نعمل منها سندوتشات لاولادنا في المدارس، هنفطر منها، نتعشى منها، نعملها في سندوتشات. ممكن نحشي بيها التورتات، الجاتوهات. ممكن نلزق بيها البيتيفور ونزين بيها السابليه ونعمل منها التارت. يعني بتنفع في حاجات كتير. فلازم نعمل كل حاجة في البيت ونبني البيت بتاعنا خير. بتوفر معانا جامد. جربوها وهتعجبكم قوي. هفضل اقلب فيها كده واشيل الريم اللي من على الوش، وابقى مهديه النار عليها. اول ما تبتدي تستوي كده ههرسها بالهراسه عشان يبقى القوام بتاعها كريمي. هضيف عليها معلقه كبيره من عصير الليمون، او لو مفيش ليمون ممكن احط على طرف المعلقه كده اقل من ربع ملح الليمون، وده كمان ده حافظه يعني عشان يحافظ على المربى. اهم حاجه ابقى قافله البرطمانات كويس وحطها في التلاجة. هطفي عليها النار، وكده طلعناها. كده خلصت معانا المربى. بصوا بقى ريحتها حاجه كده قمر. لو حابين القوام بتاعها يبقى كريمي ما فيهاش قطع، ممكن اضربها في الخلاط، ضربه كده في الخلاط، هيبقى القوام بتاعها بالشكل ده. بصوا قوامها بيبقى عامل ازاي. هكون معقمه البرطمانات عندي، اي برطمانات عندي، برطمانات مربى، برطمانات صلصه. اهم حاجه تبقى معقمه وناشفه. وهصب فيها المربى. عملت 3 برطمانات، البرطمان 430 جرام، وعملت طبق. الطبق ده يعني ممكن يجي نص البرطمان. انا عايزاكم تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا ندوق كده. بس لونها وجمالها حاجه كده تحفه. جامده قوي. باي باي.